انا عايزه اعرف بجد دهب ايه اللي ب 1200 وب 1500؟ ده دهب ايه ده؟ ناس من امبارح عماله تعمل لي منشن في فيديو لناس مكان ما بيبيع قطع مجوهرات من 1200 1300 1500. ازاي يعني؟ هي اكيد انا هنا مش بتكلم على الحاجات الايطالي، انا معرفش هم عاملينها عموله ولا اوريدي هي جاهزه، انا ما عنديش فكره. بس الحاجات الايطالي لما هنيجي نقول حاجه ايطالي جرام، هو ممكن يعمل لك بالجرام ده تحفه فنيه تتحط في متحف. انا مش بتكلم هنا على الشغل الايطالي وهياخد قدها مصنعيه قدها 3 4 مرات. انا بتكلم على الذهب المصري اللي اراهنكو يبقى اصلا مدموغ وب 1300 ل 1500. واول ما حد يجي يقول لك الذهب عندي ب 1300 جنيه ولا ب 1500 جنيه، على طول تاخدي الرقم اللي بيقوله تقسميه على سعر جرام اليوم اللي هو النهارده 3200 جنيه، يطلع لك 30 ملي 20 ملي اللي هم اصلا كانوا بينزلوا زيادات من حتت الذهب بتتضيق. ففي الاخر انت اصلا العيار مش مظبوط، يعني هتلاقي اصلا عيار مش مظبوط معمول لك حاجه غريبه. على طول اول ما تلاقي حد طالع يغني في السوشيال ميديا يقول لك انا ببيع قطعه ب1000 جنيه دهب، ده تعالوا خدوا دهب انا ببيع الدهب ب1000 جنيه، على طول تقومي عامله كده واخده ال1000 جنيه اسمها على 3200 يطلع لك 30 ملي. 30 ملي دي اللي هي الخسيات اللي بتنزل من الشغل عنده في الورش، ده كله شغل ورش. وزي ما قلت لكم يعني اعمل لكم اللي انتوا عايزينه لو كان ده اصلا مدموغ، لانه لو مدموغ كان باعه باكتر من كده. خدوا بالكم ده هو بيبيع ب1000 جنيه واخد مصنعيته كمان، ما هو مش بيبيع ده لله وللوطن. يعني هو ال1000 جنيه دي مثلا قولي واخد منها 200 جنيه 150 جنيه مصنعيه، يعني انت واخده حاجات اقل من 30 ملي. فمش اي عروض نجري عليها ومش اي كلام نروح نشوف ونشتري. لازم نتاكد الاول من العيار، ده عيار ايه ده، ما يكونش لامم شويه ذهب من الورش وعاملين بيهم قطع للناس وبيبيعوها. ونتاكد الاول من الدمغه ومن العيار ومن فاتورتنا بس.